السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين يا رب، عساكم تكونوا بخير. سايباكم انا في رمضان والاجواء الرمضانية وتعليق الزينة، مع ان تعليق الزينة دي جت متأخر شوية لان انا لسه معلقة الزينة من قريب. بس قلت خلاص بقى ما بدهاش، لازم ان انا اتكلم معاكم ولازم ان انتوا تكونوا معايا في الايام اللي جاية دي ان شاء الله. فقلت ان شاء الله هحضر او بالفعل حضرت كذا موضوع كتير جدا اتطلبوا مني، ولعل اكتر موضوع اتطلب مني بكترة وبطريقة تخوف يعني كان موضوع ممكن البعض يشوفه غريب شوية، وممكن البعض يكون فعلا بيفكر فيه. فلما ابدأ معاكم الحلقة هتعرفوا انا اقصد ايه. احيانا بعد سنين طويلة من الزواج، ويمكن بعد 15 سنة من الزواج، كتير مننا بيبدأ يقعد مع نفسه كده يفكر ويسأل نفسه سؤال غريب: هو أنا مبسوط في العلاقة دي؟ هل أنا متقدر فيها؟ هل أنا لقيت اللي أنا بحلم بيه؟ هل الراجل اللي معايا ده هو الراجل اللي أنا بحلم بيه ولقيت فيه أحلامي؟ هل الست دي هي اللي أنا كنت بقعد أفكر فيها وارسمها على الورق وأنا صغير في المدرسة كده وفي إعدادي ثانوي وأقول هي دي اللي أنا نفسي أتجوزها؟ ولا ده كله طلع كلام فاضي، أو يمكن تعود، أو يمكن إحساس أنا مش عارف أوصفه؟ كتير مننا لما بيوصل لمرحلة الأسئلة دي ما بيعرفش ياخد أي خطوة إيجابية، فبيظن إن دي مرحلة من مراحل التراجع العاطفي، أو بمسمى تاني مراحل فشل، أو مرحلة أنا بسميها، أو مش أنا يعني اللي بيمر بيها بيسميها خلاص أنا مليت، مرحلة ملل. الحب خلص، ما بقاش في حاجة تربطني بالشخص ده غير العشرة، الولاد، التعود. فمرة واحدة بنلاقي نفسنا بنبص للشخص التاني على انه حد انا مفروض ان انا عامله بطريقة معينة، او هو مفروض عليا، والحياة كلها مفروض عليا. انا غمضت وفتحت عيني ما لقيتش ان انا موجود في الحياة صح، ما لقيتش ان انا موجودة مع الشخص الصح، وبالتالي نظرتي كلها بتتغير، ردود افعالي بتتغير، كلامي بيتغير، قعدتي بتتغير، وجودي بيتغير، كل حاجة خلاص بقى بقت تتغير. ما هو انا مش مع الشخص الصح، وبالتالي انا ما بقتش الشخص الصح. بتبدأ الأسئلة الداخلية تتغير في دماغي، وابدأ افكر تفكير مختلف. يا ترى لو انا كنت مع شخص تاني كنت هبقى مبسوط ولا لا؟ يا ترى لو انا كنت مع راجل غير ده انا كنت هبقى حياتي عاملة ازاي؟ او لو كان راجل، يا ترى لو كنت مع ست غير الست دي انا كنت هبقى عايش ازاي؟ كان ولادي تربيتهم هيبقى عاملة ازاي؟ انبساطي وفرحي وتعودي حتى كان هيبقى عامل ازاي؟ اسئلة كتير كتير. يمكن الاسئلة دي احيانا كتير بتؤدي ان احنا ننهي العلاقة. قد يكون اصلا السبب او الحالة اللي احنا بنمر بيها دي مش هي دي الحالة اللي ينفع ننهي بيها العلاقة. احنا حياتنا زي الفل كويسة جدا، بس احيانا الافكار لما تكون مش مترتبة في دماغنا وبتسيبنا لنفسنا، ودماغنا اكيد فيها اللي مكفيها من مسؤوليات وضغوطات وواجبات وحاجات كتير قوي بمزحمانا، فما بناخدش اي قرار صح. انا بقى جايلكوا النهارده علشان اساعدكوا تفنطوا كل الافكار الكتيره قوي اللي في دماغكوا دي، وتنقوها، وتعرفوا ايه الفكره اللي تقدروا تصلحوها، وايه الافكار اللي نردمها خالص ومش عايزين نفكر فيها، وايه اللي ممكن ناخد وندي فيها مع بعض. خلوني كده اقول لكم في الاول ان النوع ده من الاسئله اسمه الاسئله الوجوديه، ودي مش معناها ان انتوا عايزين تسيبوا او خنتوا او بطلتوا تحبوا او بطلتوا تتحبوا، عشان بس ما تتخضوش وعلشان ما تحسوش ان حياتكم بتنهار، لكن معناها ان انتوا بدأتوا تدخلوا في مرحلة وعي، مرحلة إدراك، بدأتوا تفهموا الأمور بشكل مختلف. الأول في أول الزواج كان بالبلدي كده سرقاكوا السكينة، حياة جديدة ومسؤوليات جديدة والناس مشاركاكوا حياتكوا، سواء أزواجكوا أو زوجاتكوا أو الأهل الجداد اللي هم أهل زوج أو زوجة، حياة انتوا اتسحلتوا فيها، أو بمعنى أدق انتوا كنتوا لسه بتتعرفوا على الحياة دي، ما كانش فيه وقت حتى ان انتوا تفنطوها تعرفوها بجد. ومن الأسباب اللي بتخلي الأسئلة دي تظهر فجأة هي إنه وارد جدا يكون في سقوط لصورة الحلم اللي كنا بنحلمه للحياة أو للشخص، ففجأة نلاقي نفسنا في حياة مختلفة شوية. مش معنى كده إنها وحشة، لكن فيها اختلاف عن اللي احنا كنا بنفكر فيه أو بنحلم بيه.
زي ما قلتلكوا أول الجواز كل واحد بيكون شايف التاني من زاوية مضيئة، شايف الإيجابيات أو عايز يشوف الإيجابيات، لكن بعد ما بتعدي سنين الصورة الحقيقية بتبان. اختلافات طباع، حاجات كويسة حاجات وحشة، وأكيد مش هننسى العيوب. أكيد كل واحد فينا عنده عيوب. هتلاقي عقلك كده مرة واحدة بيقولك هو أنا كنت فاهم غلط، ولا دي الصورة اللي كانوا عليها من الأول، ولا أنا مش قادر أفهم. بتحصل بقى البرجلة في الحتة دي. تاني سبب عشان الأسئلة دي تظهر فجأة هي الفتور. ملل. أنا بقيت حاسس بملل، بقيت حاسس بفتور، ما بقيتش حاسة ان انا مبسوطة، او ما بقيتش حاسة ان انا بنفس الشغف بتاع الاول، اللي هو يعني حلاوة البدايات. لما بنوصل لحتة الملل دي ببقى لازم احط ايدي على العيب ده شوية. خليني اقول لكم ان الملل ده مش بنفس القوة اللي انا شايفها، او مش بنفس الحدة او الشدة اللي انا شايفها. يعني هي مش سبب قاتل للعلاقة مثلا، بس يعني عارفين انتوا لما يكون في كده إشارة أو يافطة بتشاور لكم على حاجة أو على طريق معين. الملل هنا بيبقى إشارة، بيشاور على حاجات كثيرة جدا ومهمة، لأن العلاقة بطبيعتها بتمر بدورة: تأقلم، تحدي، حب، شغف، فتور. دي من ضمن الدورة اللي بتمر بها العلاقة، فطبيعي جدا نتقبله، طبيعي جدا نقدر أو نحاول نشوف الأسباب اللي وصلتنا للملل ده. زي ما في أوقات فيها سكون وهدوء وسكينة، وفي أوقات كتير بيكون فيها جنون وطرقعة. فاحنا لازم نبقى شايفين كل الفترات اللي بنمر بيها، ونحترم كل فترة، ونحاول نقدر المجهود اللي ممكن الطرف التاني بيعمله علشان يوصل بينا لمرحلة كويسة في العلاقة. بس في نقطة هنا عايزة أخليكم تاخدوا بالكم منها، إن أحيانا الهدوء زيادة عن اللزوم بيتحول لفراغ. فراغ في الكلام، في الحركة، وأحيانا بيكون في المشاعر برضو، خاصة لو كانت العلاقة كل حاجة في مكانها قوي. يعني لو كان الأطفال يمكن مفيش أطفال، أو لو كان الأطفال خلاص عدوا مرحلة الاهتمام والمشاركة وبقوا نسبيا حياتهم مستقرة، يعني في مرحلة الابتدائي، آخر الابتدائي أو الإعدادي، خلاص كبروا نسبيا، بيعتمدوا على نفسهم شوية، مفيش موضوعات مشتركة بينك وبين شريك أو بينك وبين زوجك فيهم، مثلا فيما يخص دراستهم، أكلهم، شربهم، خروجهم، تمارينهم، كل الحاجات دي. لو مفيش مشاركة، ولو مفيش صخب كده في الحياة، والحياة بدأت تبقى هادية قوي قوي قوي، ساعات بتولد ملل وفتور. هنا بقى لما نوصل للمرحلة دي بنبدأ نسأل نفسنا، هو كده خلاص كل حاجة عشناها؟ ما بقاش في حاجة تتعاش؟ مفيش next step بيننا وبين الطرف التاني؟ مفيش حاجات ما نعرفهاش؟ يعني احنا مفيش حاجة عايزين نعرفها؟ طيب يعني عمالين ندور كده هنا وهناك، مفيش حاجة عايزين نعرفها؟ يعني خلاص هستسلم لشكل الحياة دي وللطرف التاني بحلوه ومره بكل حاجة؟ أكيد مش هو ده اللي أنا عايزه أو اللي أنا عايزاه. ونيجي بقى للسبب الثالث، وتقريبا أكتر الأسباب شيوعا علشان الأسئلة دي تظهر فجأة بعد سنين كتير في الزواج، وهي أزمة منتصف العمر. وده بيكون على فكرة للراجل والست مع بعض، مش بخص بيه طرف عن طرف. في سن معين كده بيكون تقييم الحياة كلها عبارة عن أكلي، شكلي، اختياراتي، حياتي، شغلي. وللأسف الجواز بيكون أول حاجة بنحطها تحت المجهر. تبدأوا تبصوا لبعض كأنكم أول مرة تشوفوا بعض، بل بالعكس انتوا بتركزوا على العيوب قوي، لأن انتوا بتبصوا لبعض من العين المثالية. أنا عايزة أشوف اللي قدامي ده عامل ازاي، حياته ماشية ازاي، بيعاملني ازاي. فببدأ أصطاد العيوب الأول. تبدأوا تقارنوا، وبتبدأ التفضيلات تظهر والمقارنات تكتر، وبتبدأ سلسلة كبيرة من السلوكيات اللي ممكن تحسسكوا ان انتوا مش احسن الناس ولا اللي قدامكوا احسن الناس. رابع سبب معانا عايزاكوا تركزوا فيه كويس قوي، وهو تقريبا معظم البيوت بتعيشه، معظم المتزوجين بيعيشوه، معظم الستات والرجالة بيعيشوه، وهو الاحتياجات اللي ما بتتقالش. انا عندي مشاعر معينة ما قلتهاش، عندي احتياجات معينة ما افصحتش عنها.
ممكن تعدي سنين وانا عندي احتياج عاطفي او احتياج خاص بيني وبين زوجي او زوجتي وما اتكلمتش عنه، حاجات نفسي فيها وما قلتش انا نفسي فيها. طب انتوا هتعيشوا الحاجات دي مع مين؟ هتطلعوا احتياجاتكم والحاجات اللي انتوا نفسكوا فيها دي هتطلبوها من مين؟ لما انتوا اقرب الناس ليكوا انتوا ما بتطلعوش ليهم احتياجاتكم. فطبيعي ان انا اكون عايش بجزء ناقص من حياتي، من مشاعري. ازاي بنقدر نعيش ونقفل على نفسنا احنا او الطرف التاني باب واحد واحنا في حاجات مش قايلينها؟ ازاي كان نفسي اسمع كلمة معينة وما افصحتش عنها، ما قلتش انا نفسي اسمع الكلمة دي منك او منك؟ لحظة تقدير، ازاي ما طلبتوش لحظة التقدير دي وفضلتوا طول السنين دي مفكرين ان كل حاجة لازم تيجي من الطرف التاني من غير ما نطلبها؟ يا جماعة مين قال لكم كده؟ احنا بنطلب والله عادي، والازواج بيطلبوا عادي، واصلا الطبيعي ان احنا نطلب، الطبيعي ان احنا نفصح عن احتياجاتنا، الطبيعي ان احنا نقول عايزين نعمل كذا، محتاجين نسمع كذا. يعني مين عرفكم، مين قال لكم ان الحياة هي بس اللي احنا بنتلقى من الطرف التاني؟ يعني اكيد دي مش حاجة صحية على الاقل. فطبيعي الاحساس المكبوت ده يطلع في صورة سؤال وجودي: ليه؟ ليه مش فرحان؟ ليه مش مبسوط؟ ليه مش عايش صح؟ ليه مش عايش مع الطرف التاني بالصورة اللي انا نفسي فيها؟ ليه وليه وليه؟ واخطر حاجة هنا ان الطرف اللي بيسأل ليه ده بيبقى فاكر ان سؤال ليه ده معناه ان العلاقة فشلت. ما انا مادام سألت يبقى العلاقة ناقصة حاجة، فالعلاقة فاشلة. ومن خلالها بيبدأوا يتصرفوا تصرفات مش طبيعية، اللي هو بيبدأ ينسحب واحدة واحدة ويبقى فاكر ان العلاقة كده كده بايظة، فانا هصلح ايه ولا ايه؟ دول سنين كتير عدت، احنا مش لسه عرسان جداد. خاصة بقى لما بنلجأ لحد مش متخصص او حد ما عندوش الخبرة الكافية، فيبدأ يقولك يا تاخد الشخص ده على عيبه يا تسكت، بطل تتكلم. يا عم انت بقالك 10 سنين 15 سنة متجوز، هتصلح دلوقتي؟ والستات برضو، يعني مجتمع النساء ده أعزكم الله مجتمع إلا من رحم ربي، مجتمع سيء جدا. شوفوا مش أنا من مجتمع السيدات أهو، بس بقول لكم مجتمع سيء جدا صعب. كمان لما بنيجي نطلب خبرة حد مر بتجربة معينة ونلاقي الخبرة دي أو النصيحة دي جات لنا في مقتل، اللي هو يلا روحي بقى اتطلقي وانتي مرتاحة الضمير. فلازم علشان ناخد خبرة من حد أو نطلب نصيحة من حد، على الأقل يكون حد أهل النصيحة، مش أي حد. بيظهر هنا 3 أنواع من الأزواج والزوجات في الرد على السؤال ده. أول ما بيلاقي نفسه اتسأل بيبدأ 3 أنواع يظهروا فجأة. أول نوع هو ده الشخص اللي بيهرب، ينشغل زيادة، يخرج زيادة، يغيب زيادة، ما يبقاش عايز يواجه. أصلا أنا هواجه أقول له إيه أو أقول لها إيه؟ أنا عندي شغلي وحياتي ومش هقعد أضيع وقتي في تفاهات. دي تفاهات، ده فضا. اللي بيسأل السؤال ده فضا. يعني هي جاية بعد السنين دي كلها تقولي ما بتحبنيش ليه؟ دي واحدة فاضية، ما هي لو مشغولة ما كانتش سألت السؤال ده. فبيبدأ يوسع الفجوة أكتر وأكتر. أما بقى بالنسبة بقى للشخص اللي بيسأل نفسه، فيا إما بيبدأ يقارن زيادة، يا إما بيبدأ يهرب برضه زيادة، فبتزيد عنده فكرة المقارنات. أنا ظهر عندي سؤال معين، أنا ليه زوجي ما بيحبنيش؟ فبدل ما أروح أسأله وأطمن منه، أبص على صاحبتي المتزوجة أو أختي المتزوجة وأبدأ أقارن علاقة زوجها بيها بعلاقة زوجي بيا، فبتبدأ بقى الدنيا تبوظ خالص. تاني نوع بقى من الأزواج والزوجات هو النوع اللي بيكتم ويسكت ويجمد مشاعره، وده شخص يعني لما ينفجر هيبقى بركان. بيزود سنين السكوت والكتمان اللي عاشهم بسنين تانية، فبدل ما بقى المشاعر واحدة بقت مشاعر مضاعفة، وردود الأفعال أكيد بتتضاعف. والشخص ده غالبا بيقوم بدور إداري في البيت، يعني بيقوم بالدور اللي عليه وبس. لو راجل بيصرف ويجي ياكل ويشرب في سكات ويمشي، ولو ست بتطبخ وتمسح وتراعي الولاد. هو غالبا على فكرة النوع ده بيكون ست، لأن الستات هم أكتر الأطراف مش بتحب الخناق، ما بتحبش المناقشة، ما بتحبش ان هي تخرب البيت مثلا. فده ظنها يعني، فبتسكت. هعمل ايه؟ هسكت. بس الحقيقة ان هي بتسكتش، دماغها على طول شغالة، دماغها على طول 24 ساعة شغالة، فاكرة ان هي حياتها خلاص وقفت، والتكشيرة على وشها، كسرة القلب على طول هي حاسة بيها، مش حاسة انها مبسوطة، مش حاسة ان هي في العلاقة الصح. وبالتالي ايه المقابل؟ مفيش مقابل، ما بتديش حاجة، ما بتنتجش سعادة، مفيش راحة بال في البيت. والحالة دي بقى بتخلق برود طويل المدى. احنا ممكن نكمل حياتنا كلها وانا بيتقال عليا ست نكد،
او بيتقال عليا ست مش فرفوشة مثلا، او شايفة ان حياتي جامدة وواقفة، خلاص بقى يبقى ده نمط الحياة. وفي بقى نوع، ده النوع اللي انا بحبه قوي، اللي بيبدأ يشوف الرسالة اللي جايله دي من خلال السؤال اللي سأل عليه او سأل نفسه بيه. يشوف الرسالة دي جايله فين. هل أنا محتاج تجديد؟ هل محتاج حب؟ هل محتاج مشاعر؟ هل محتاج خروج وفسح؟ هل محتاج تقدير؟ ويبدأ يجاوب على نفسه، يبدأ يصلح الحياة دي، يبدأ يشوف ايه اللي مش موجود ويكمله، سواء مع الطرف التاني أو في نفسه. شخص سوي، شخص قادر يخلي الحياة متوازنة، شخص عايز يخلي الحياة مستمرة، ومش أي استمرار، لأ، استمرار بناء، استمرار إيجابي، استمرار يخليني مش ندمان على عمري اللي فات ولا عمري اللي جاي. وده النوع من الأزواج والزوجات اللي يقدروا يعيدوا بناء العلاقة. طب يا ترى النقطة دي أو الخطوة دي ناخدها ازاي؟ أول حاجة، إياكوا ثم إياكوا إنكوا تاخدوا أي قرار في لحظة ملل. شوفوا الملل جايلكم منين واقفلوا الباب، بالانشغال، بالسكوت، بأي حاجة، إلا إن انتوا تاخدوا قرار. القرارات في لحظات الملل قرارات كلها أو معظمها خاطئة. تاني حاجة مهمة قوي، إن انتوا لازم تفرقوا ما بين الشخص وما بين المشاعر. أنا مشاعري دلوقتي حاسة بإيه، والشخص اللي أنا عايشة معاه أو اللي أنا عايش معاها بكنله مشاعر إيه. حاولوا تفرقوا ما بين المشاعر والشخص، عشان بيحصل خلط كتير جدا وبيحصل بعديها قرارات مصايب بتحصل. لازم تفهموا في النقطة دي إن المشاعر مرتبطة بالمواقف اللي بنعيشها، بالمسؤوليات والمرض والانشغال والمشاكل والحاجات اللي بنعيشها واليوم العادي اللي بنعيشه. دي كلها حاجات بتأثر على مشاعرنا على فكرة. مش معنى كده ان احنا ما بنحبش الطرف التاني، بس معناه ان احنا مضغوطين دلوقتي، تعبانين دلوقتي، مشغولين دلوقتي. تالت حاجة، ويمكن أسألهم وأصعبهم في نفس الوقت، هي ان انتوا لازم تتكلموا، مينفعش تسكتوا. بس حاولوا تتكلموا بلغة غير لغة الاتهام. يعني ما تجروش على الطرف التاني وتقولوا له انت السبب ان انا مش مبسوط، انت السبب ان انا مش حاسس ان انا بتقدم خطوة لقدام. بلاش كده. ليه ما تقولوش احنا عايزين حياتنا تبقى احسن، عايزين ناخد خطوة مع بعض علشان نصلح اي مشاعر مش لطيفة بينا؟ ليه ما تقولوش ان احنا في بينا مسافة وعايزين نقرب المسافة دي؟ بلاش تتهموا بعض، بلاش تبقوا عايشين في دور الناس اللي ما بتغلطش ورامين كل المسؤولية على الطرف التاني. ولازم تعرفوا حاجة مهمة جدا، إن معظم العلاقات ما بتكونش محتاجة هدم، بتبقى محتاجة تجديد. حاولوا تجددوا النية، حاولوا تسعوا النية جديدة، حاولوا تصلحوا بدل ما تكسروا وتهدوا. والحقيقة اللي كتير قوي من المتزوجين مش بيكونوا مدركينها، إن الحب مش بيختفي بعد سنين الزواج، أو غالبا يعني، لكنه بيتحول لمفهوم تاني خالص، مفهومه بيتغير. في أول زواج أو في أول العلاقة بيكون عبارة عن نار صارخة، لكن مع الوقت ومع العشرة بيتحول لدفى. بس محتاج الطرفين يكونوا فاهمين معناه علشان يبقى طول الوقت موجود. وعشان تعرفوا مقدار العلاقة اللي انتوا فيها دي أو مقدار الشخص التاني عندكم، حاولوا تسألوا نفسكم سؤال مهم قوي. يا ترى لو الشخص ده اختفى من حياتي، ايه أكتر حاجة هفتقدها؟ أو لو العلاقة دي ما بقتش موجودة ولا كملت، ايه أكتر حاجة هحتاجها؟ وهنا هتلاقوا الإجابة هنا هتساعدكم بنسبة كبيرة إن انتوا تحددوا مشاعركم الحقيقية. وعلى كل حال، حاولوا متاخدوش أي قرارات سريعة، خاصة لو كانت مبنية على مشاعر. ولو حسيتوا إنكم محتارين ومش عارفين تاخدوا القرار، ما تترددوش أبدا إن انتوا تبعتولي. كانت معاكم رنا السمان، استشاري أسر وتربوي، وده بودكاست وصال. سلام عليكم.